إذا شفنا تونس وراشد الغنوشي فهي عملية مؤقتة وليست دائمة، وأنا أرى إن هو هيسقط في الانتخابات التونسية، لأن الممارسات التي تتم في تونس على أرض الواقع ممارسات عكست كراهية غير طبيعية من أبناء الشعب التونسي إلى التيارات الإسلامية. وأنا أنصح الشعب التونسي وأنصح التونسيين بأن هم يطلبوا رقابة دولية من الأمم المتحدة وليس من منظمات المجتمع المدني على الانتخابات، حتى لا يحدث فيها ما حدث في الانتخابات المصرية. دي نصيحتي للشعب التونسي، نصيحتي للقوى السياسية الوسطية في تونس، نصيحتي إلى الذين يريدون أن تستمر تونس الخضراء وليست تونس الصفراء، لأن بعد كده ستكون تونس هي تونس الصفراء، وخاصة بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالانتهاء من بناء القاعدة الأمريكية في تونس.